السلام عليكم. دلوقتي فيديو مختلف شوية. هبدأ أتكلم على الإصابات والآلام اللي الناس بتشتكي منها. طبعا طالما قلنا شكوى من ألم أو إصابة لازم رقم واحد بيجي الركبة. ناس يعني معظم الناس بتشتكي من ركبتها بسبب عادات، القعدة الغلط، الوقفة الغلط، التمرين الغلط، سكوات غلط، الحاجات اللي هي الشائعة اللي هي بتسبب الألم في الركبة. دلوقتي هتكلم على الألم في الجزء الأمامي من الركبة. الجزء الامامي من ركبتك اهي، الجزء اللي قدام منها. معظم المشاكل بتاعت الركبه بيكون في الجزء ده، بيكون في الجزء اللي قدام بتاع الركبه. 70% من الام الركبه بيكون في الجزء ده. فانا دلوقتي انا مش معاك وما كشفتش عليك وما عرفتش انت بالظبط عندك ايه، بس انا بتكلم في الحاجات اللي هي شائعه. مفيش مرض معين لا قدر الله، مفيش قطع صليبي، مفيش غضروف، مفيش الحاجات دي، اللي هو الالم العادي بدون سبب او بسبب التمرين الغلط. دلوقتي هنعرف ازاي نتحكم في الالم ده، وبامر الله لو التزمت مظبوط يعني الموضوع هيختفي تماما. دلوقتي عندنا الجهاز الامامي، الدفع الامامي، جهاز الدفع الامامي بتاع الرجل. هنعمل عليه اللي انا هقوله دلوقتي بالظبط، وركز معايا بالحرف عشان ان شاء الله تلاقي معاك نتيجه كويسه. هتقعد على الجهاز وهتظبط الوزن بتاعك على وزن متوسط. عندك اوبشن ان انت تلعب فردي رجلك المصابه بس، او اللي هي فيها الالم، او عندك اوبشن ان انت تلعب رجليك الاثنين مع بعض. الفكره في ايه بقى، وعاوزين نركز مع بعض. دلوقتي المدى، انت ركبتك ايه، المدى بتاع الحركه بيكون حوالي 90 درجه. ركز معايا في الجمله دي، انا عاوزك تشتغل مش في 90 درجه كلهم، لا. انت رجليك متنيه اهي وكده مفروضه على الاخر، عاوزك هتفرد على الاخر وتروح نازل 20 درجه، تفضل ثابت على 20 درجه دي، وتروح رافع للاخر تاني، تنزل ل20 وترفع للاخر. متنزلش للاخر تحت خالص، لا، تنزل 20، هتفرد فوق خالص وبعد كده تنزل 20، وهتلعب في المدى ده. تعالوا نشوف مع بعض. دلوقتي رجليا اهي، هفردها للاخر كده، فردتها للاخر، راح نازل 20 درجه كده مفروضة للاخر، راح نازل 20 درجه، وافضل اعد في المدى ده، اعد في المدى ده، ولا بنزل للاخر ولا بنزل في النص، لا. انا عاوز منك بعد ما تفرد هتلعب في مدى 20 درجة بس، حاجات بسيطة في الاخر بس. هتعمل المدى 20 درجة من 20 للاخر، 20 للاخر، هتعد من 12 ل 15 عدة وزن متوسط لمدة شهر او على الاقل اسبوعين. هتعمل التمرين ده اول لما تخش الجيم، ايا كان عندك تمرين ايه، عندك صدر، عندك ظهر، عندك رجل حتى، هتبدا بالتمرين ده بالطريقه اللي انا قلتها لك. هتعمل 12 ل 15 عده في 5 ادوار، 5 مجاميع ورا بعض بامر الله. من اول اسبوعين، مش عاوز اقول لك من اول اسبوع كمان، هتحس بتحسن جذري. مش هقول لك، مش ما قلتلكش على دواء، ما قلتلكش على مرهم، ما قلتلكش على جل، بالتمرين. التمرين هو اللي هيخففك بأمر الله. إن شاء الله هتحس تحسن رهيب. التزم مظبوط يوميا، أيا كان عندك تمرين إيه، أيا كان. هتنزل الجيم يبقى داخل تلعب على الجهاز بتاع الدفع الأمامي بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها. أسبوع أسبوعين تحسن جذري. أنا مديك مدة شهر، الشهر ده الحد الأقصى، وإن شاء الله التزام تام هتحس بتحسن رهيب بدون ما تروح لدكتور، بدون ما تديك برشام ولا كبسولات ولا مرهم ولا حاجة. طالب من الناس اللي هتمشي معايا على الموضوع ده تكتب في كومنت انا هجرب يا دكتور ومعاك، وان شاء الله هستناكوا بعد كده. بعد اول ما تشوفوا اي مقال الناس اللي هي بدأت معايا تقول لي انا بدأت من يوم كذا ودلوقتي الحمد لله احسن، ومن بعد اسبوعين لو حسيتش بتحسن اكتب في كومنت قدام الناس كلها انا يا دكتور ما حسيتش بتحسن، وانا هتقبل الكلام بتاعك بكل صدر رحب، وان شاء الله خير. وان شاء الله اي حد عنده المشكله دي يحلها ويبقى 10/10. وربنا يحميكم من الاصابات ومن اي تعب، وعاش العاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.